عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحكي لكم عن ذكريات أيامنا الحلوة في جدة، عن أيام الدبابات السبعين. كان هذا الدبابة السبعين يعتبر من أسهل وسائل المواصلات في جدة، بدون تعشيق ولا شيء، بس دق نمرة وامشي ولا شغل سلف وامشي. وكان من أشهر حارات جدة في حارة الشام كان العشري والعزي وعمر عمودي وكلاي وعيال اللبان، وكان كذلك في حارة الكندرة عيال البيبوي والسكر وسنة وعبد البراد والعمارية علي دخنة وعبد الله ملقاط، كثير من عيال حارات جدة. وكانوا دائما في أيام المزمار كانوا يحطوا جنب المزمار علشان جنابي ويقعدوا يلعبوا الجوش. صارت مشكلة مع واحد اسمه سعيد أبو شميل مع حسن أبو فرن، واتضاربوا على الجوش، بس وناولوا بالسكين على جنابي كذا جهة بطنه. الله يهديه حسن أبو فرن ما كان بوعيه، وقام يدور عليه يبغى ياخذ تاره من سعيد أبو شميل. فضل يدور له يمكن لين نص الليل وهو يدور وراه يبغى يضارب معاه. وربك سبحان الله مات الرجال من كثر ما ينزف، ما لحق نفسه المستشفى الله يهديه. بس جابوا سعيد أبو شميل وكان يبغوا يقصوا، وربك أراد ما ثبتت عليه القضية، ودفع الدية وخرج وتاب وأصلح وحسن حالهم. وهذا تنبيه للشباب، لا يدخلوا في معارك ومضاربات على أشياء تافهة، ضمنها المزمار. تحياتي لكم، أخوكم سلامة سليم، جدة 0567677099.